قرار الجواز اكتر قرار مهم انتوا هتاخدوه في حياتكم. يعني هو من القرارات اللي من الاخر هتشكل حياتكم من اول لما تاخدوه. انا عارفة ان في ناس كتير ممكن تبقى بتضغطكم، بتقول لكم مثلا القطر هيفوتكم او لازم تتجوزوا، او حتى بتبقوا شايفين صحابكم حواليكوا على انستجرام او على الفيسبوك او كده، كله بقى اللي بيخطب واللي بيتجوز وكده، فبيبقى في pressure او ضغط علينا ان احنا لازم ناخد الخطوة دي. فانا عامله لكم الفيديو ده النهارده علشان نتكلم في الموضوع ده، لانه الخطوة دي لو اخدتوها غلط هتأثر على حياتكم كلها، الشغل بتاعكم، صحتكم النفسية، مستواكم الاجتماعي، كل حاجة. ففي الفيديو ده هقول لكم ازاي ان انتوا تقدروا تاخدوا القرار ده في الوقت المناسب وانتوا مقتنعين، وتعملوا ايه لو انتوا مش مقتنعين بالشخص، وازاي اصلا تعرفوا لو الشخص ده مناسب ليكوا ولا لا. لانه خصوصا الموضوع ده ملوش كتالوج مخصوص نمشي عليه، بس انا اللي هقدر ان انا اقوله لكم ان انا اقول لكم التجارب بتاعتي، بما ان انا مريت بالتجربة دي مؤخرا، وكمان تجارب الناس اللي حواليا اللي انا شفتها. هقول لكم كمان انا كنت بفكر ازاي ولسه ستيل بفكر ازاي، ايه الصعوبات اللي انا واجهتها، وبناء على كل الحاجات دي اتمنى ان انتوا تقدروا ان انتوا تاخدوا قرار وان الفيديو ده يبقى مفيد ليكم. وعشان نحاول يبقى الفيديو ده كمان مفيد اكتر، لو انتوا كمان عندكم اي تجارب او اي نصايح يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتات. جه قدامي كده بوست من كام يوم بيقول انه الشخص اللي انتوا هتتجوزوه هو الشخص اللي في عيلتك الوحيد اللي انتوا بتختاروه. وعموما هو القرار نفسه مش صح ولا غلط، يعني قرار الجواز نفسه ولا هو صح ولا هو غلط، هو بيبقى على حسب ظروفكم وعلى حسب الشخص اللي انتوا عايزين ترتبطوا بيه. والشخص ده عمره ما هيكون شخص مثالي، بس هو هيكون شخص مثالي كفاية ليكم. يعني مثلا عيوبه هتبقوا متقبلينها، لانه في الاخر كلنا فينا عيوب، وعمركم ما هتلاقوا الشخص اللي فيه كل المميزات. وتاخدوا بالكم قوي لانه لو انتوا لقيتوا الشخص اللي هو كله مميزات بس، ده لازم تركزوا كويس، لانه اكيد هيبقى فيه حاجة مستخبية، لان احنا كمان نفسنا احنا مش بيرفكت. طب انا اعمل ايه لو انا ما لقيتش الشخص المثالي ده؟ وهنتكلم لسه على ازاي نلاقيه، بس انا اعمل ايه لو انا مش لاقي الشخص المثالي ده؟ احسن حاجه ما تاخدوش الخطوه دي، ما تاخدوش خطوه الجواز لو انتوا مش لاقيين الشخص اللي بالنسبه لكم انتوا مثالي. طب واعمل ايه في الوقت ده؟ اقعد اشتغل على نفسي. وكل ما انتوا تحسنوا من نفسكم اكتر، وكل ما تشتغلوا على نفسكم اكتر، كل لما هتبداوا تتعرفوا على ناس اكتر في مستوى اللي بالنسبه لكم هيبقى راضيكم. فيعني من الاخر ما تستعجلوش ولا توتروا نفسكم لو انتوا مش لاقيين الشخص اللي مناسب ليكم دلوقتي. اهم حاجه ما تاخدوش خطوه متسرعه، ولا تبقوا مع حد انتوا مش مقتنعين بيه قوي، او مثلا انتوا مش عارفين هو الشخص ده هيضيف لي ايه. لانه في الاخر الجواز لازم ان احنا مش بس ان احنا بنحب بعض او عندنا مشاعر لبعض، لا، وقت بقى بعد كده الجد، وقت ما تاخدوا على بعض اكتر والموضوع يبقى روتيني اكتر، لازم نبقى احنا الاتنين بنضيف لحياة بعض، وبنساعد بعض ان احنا نبقى احسن ونتطور في حياتنا، وان احنا نوصل لاهدافنا والكلام ده كله. طيب اول حاجة، انا اعرف منين الشخص ده بالنسبة لي كويس ولا لا؟ لازم علشان اعرف حاجة زي دي لازم ان انا اتكلم مع الناس، اقعد مع الناس، اقابل ناس اكتر، وسواء بقى الموضوع بشكل تقليدي او بشكل مش تقليدي، يعني كل واحد وعلى حسب ظروفه وعلى حسب معتقداته. المهم ان انتوا تقابلوا ناس وتقعدوا معاهم وتتكلموا معاهم، لان كل ما هتشوفوا ناس اكتر وتقابلوا ناس اكتر، كل ما هتشوفوا من الاخر عينات من الناس، هتبداوا تشوفوا انتوا ايه اللي انتوا مش متقبلينه وايه اللي انتوا بالنسبه لكم كويس. ممكن اصلا المفهوم بتاعكم كله او كل الحاجات اللي انتوا عايزينها تتغير بسبب حاجه واحده انتوا لقيتوها. زي مثلا انا بالنسبه لي ان الشخص يبقى مرن ومتفهم، انا مثلا بالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا، لانه الجواز عموما بيبقى فيه صعوبات كتيره. فلو احنا بقى منشفين دماغنا وكل واحد مش هيعدي للتاني حاجه، ومش هيتفهم ظروف اللي قدامه، ولا هيغير من معتقداته عشان اللي قدامه ولا كده، احنا ساعتها هنقف عند حيطة سد. يعني الموضوع مش هيمشي، الحياة مش بتمشي كده. والمشكلة انه الجواز يعني كل شوية بيطلع فيه حاجات جديدة، بتلاقوا فيه حاجات مشاكل يعني جديدة بتواجهكم وبتقابلكم، كل مرحلة ليها كمان مشاكلها. يعني مثلا اول الجواز بيبقى الموضوع فيه صعب لان انتوا لسه مش فاهمين بعض، وبتلاقوا بقى في ناس كتير بتحاول ان هي تتدخل في حياتكم. وبعد كده مثلا لما توصلوا في مرحلة الخلفة بتلاقوا ان في صعوبات مختلفة. فكل مرحلة في الحياة هتلاقوا فيها صعوبات جديدة. فبالنسبة لي لو الشخص اللي قدامكم مش مرن ومتفهم، ده بيبقى عيب كبير جدا، لانه تخيلوا بقى في كل مرحلة من دي احنا هنقف
فيها وهنبقى في مشكلة. وتاني نقطة ان انتوا ما تقارنوش او ما تخلوش المعايير بتاعكم تبقى بناء على اللي انتوا بتشوفوه اونلاين، خصوصا الانستجرام وبقى الشغل الكابلز والحاجات دي. انتوا لازم تفهموا ان الاكونتات دي بتبقى ده شغلهم، ده مصدر دخلهم، فكل الكونتنت اللي هم بيعملوه مع بعض ده مش بتبقى الحياة الطبيعية. وحتى لو هي دي الحياة الطبيعية، كل واحد وليه ظروف. فمهم جدا ان انتوا لما تيجوا تختاروا الشخص، تختاروا الشخص اللي انتوا عايزينه، اللي مناسب ليكوا، مش اللي مناسب مع اللي انتوا بتشوفوه اونلاين. وحتى بعد الجواز فخ المقارنات ده يعني ممكن ان هو يبوظ اي جوازة، او يخليكوا حتى كمان على طول مش مبسوطين ومش راضيين، لان انتوا بتحاولوا توصلوا للناس التانية عندها. فطول ما الواحد عموما فيه مقارنات في حياته بيبقى دايما مش حاسس بالرضا. نقطة كمان مهمة جدا، فلما تيجوا تدوروا على الشخص اللي مناسب ليكوا، هو ان انتوا تتكلموا معاه في كل حاجة. وفي ناس كتير بتخاف ان هي تتكلم في كل حاجة في الاول، لا الشخص اللي قدامها مثلا يقلق ويتوتر ويطفش. بس احنا المشكلة انه لو ما اتكلمناش في الحاجات دي دلوقتي، يعني احنا كده كده هنتكلم فيها قدام. فالاحسن انه قبل ما يحصل يعني اي حاجة ارتباط رسمي او كده، انه يبقى كل حاجة على وضوح. وكل حاجة دي اقصد بيها يعني مسؤوليات البيت بقى، الماديات، العيال هتخلفوا ولا لأ، ولو هتخلفوا امتى، طب ايه يعني مستقبلنا ده شكله عامل ازاي، او هنعمل فيه ايه، هنبنيه ازاي مع بعض. كل الحاجات دي لازم ان احنا نتكلم فيها ونبقى متأكدين ان احنا متفقين فيها في الاول. وعموما يعني لو احنا مثلا وصلنا لمرحلة الخطوبة وبعد كده اكتشفنا ان الشخص ده مش مناسب لينا، في ناس كتير قوي بتقلق ان هي يسيبوا بعض يعني لو اتخطبوا. بس مرحلة الخطوبة دي زيها زي انتوا لسه برضو لما بتتعرفوا على بعض، يعني هي دي من ضمن المراحل اللي انتوا بتتعرفوا فيها على بعض. فعادي جدا انه لو احنا الاتنين لقينا ان احنا مش مناسبين لبعض في فترة الخطوبة، عادي جدا ان فترة الخطوبة دي بتتفشكل يعني، او بنسيب بعض او كده. مش حاجة عيب ولا حرام، ولا يعني تقلقوا ان الناس التانية هتقول علينا ايه، لانه هو ده اصلا الطبيعي، وهو ده اصلا هدف فترة الخطوبة. فواحنا بنعمل الخطوبة بنبقى احنا حاطين في بالنا انه لسه احنا ما اتجوزناش، لسه الفترة دي ممكن ان هي تنتهي، وممكن ان احنا نتجوز حد تاني. فما تخافوش ابدا ولا تتوتروا ابدا ان انتوا لو اكتشفتوا ان الشخص ده مش مناسب ليكوا في وقت الخطوبة، ان انتوا عادي جدا توقفوا كل حاجة وتلغوا كل حاجة وخلاص. لانه لما تسيبوا بعض دلوقتي هيبقى اسهل بكتير قوي من لما تسيبوا بعض قدام، وخصوصا لو قدام ده بقى فيه كمان عيال. وهنا بقى عايزه اتكلم على نقطه الخلفه والعيال. مش معنى ان احنا اتجوزنا ان احنا على طول نخلف، كل واحد تاني، ولازم نبقى عارفين احنا هدفنا ايه وعايزين ايه من الجواز لينا احنا الاتنين الطرفين. ومن الحاجات دي هو موضوع الخلفه. هل انا عايزه اخلف اصلا ولا لا؟ ولو عايزة أخلف، عايزة أخلف إمتى؟ وهل الوقت ده مناسب، ولا في حاجات تانية لازم أعملها الأول قبل ما أخد المرحلة دي؟ لأن المرحلة دي بتيجي مع تحديات مختلفة ومشاكل بتاعتها، فلازم ان انا كمان ابقى مستعده لها. وخصوصا ان انا زي ما قلت لكم انه اول فتره الجواز دي انتوا اصلا بتبقى كده كده صعبه من غير خلفه ولا حاجه، لان انتوا بتنتقلوا من ان انتوا شخص لوحده لان انتوا دلوقتي معاكوا حد. فلازم طالما احنا معانا حد تاني، لازم ان احنا بيبقى فيه تضحيات، وكمان بيبقى فيه مرونة في التعامل. لازم ابقى عارفة ان انا في حاجات في حياتي هغيرها حتى لو انا مش عايزة اغيرها او مش مرتاحة اغيرها، بس ده بيحصل علشان في شخص مثلا انا شايفة ان هو كمان بيقدم لي حاجات، الشخص التاني ده كمان يستاهل ان انا اعمل الحاجات دي عشانه. وهنا برضو انا ما اقصدش ان انتوا تغيروا حياتكم خالص، بس طبعا بيبقى في شوية تغيرات بعد الجواز بالطبيعة كده في روتين يومي وفي حياتي وكل الكلام ده، ولازم ان انتوا تبقوا عاملين حسابكم ان ده كده كده هيحصل. بس طبعا مع التغيرات دي مهم ان انتوا كل واحد يخلي عنده الوقت الكواليتي تايم بتاعه، او الوقت اللي انتوا بتقضوه مع نفسكم، الهوايات اللي انتوا بتحبوا تعملوها مع نفسكم، او الوقت اللي انتوا بتحبوا تقضوه مع صحابكم اللي هم مش مشتركين.
مهم جدًا إن إحنا بعد الجواز ما نضحّيش بكل حاجة، لإنه دي في الآخر الشخصية أو الidentity بتاعتنا. أنا باقول لكم إن هيبقى في شوية تنازلات، بس إحنا مش هنغيّر حياتنا بشكل كامل. لازم يبقى عندي دايرة الصحاب بتاعتي اللي أنا باقعد فيها، لازم يبقى عندي مثلًا الهوايات بتاعتي اللي أنا باحب أعملها، لإنه الوقت ده بيدّينا شوية كده break من بعض، وبيخلّي إن أنتم الاتنين تشوفوا ناس تانية، يبقى في مواضيع تانية في الحياة، تاخدوا شوية وقت من بعض، break من بعض. ومن المهم جدًا إن إحنا كمان في علاقاتنا إن إحنا نبقى حاطين حدود، حدود بين يعني إحنا الاتنين والناس التانية اللي برّه العلاقة، حتى لو الناس التانية دي قريبين منكم جدًا زي حتى كمان الأهل، لإنه كل اتنين في علاقة أو متجوزين بيبقى ليهم أسلوب حياة، بيبقى ليهم القوانين بتاعتهم والrules بتاعتهم والroutine بتاعتهم، اللي هو مناسب ليهم هُم الاتنين بس، لإن هُم الاتنين بس اللي مش متجوزين. لو كان مناسب لبقية الناس التانية أو كده، كان زمانهم هُم اللي بقوا متجوزين. فعادي جدًا إن إحنا نصُد أو نحط كده زي حواجز لأي ناس بتحاول إن هي تتدخّل في العلاقة دي، وبيحاولوا إن هُم يفرضوا رأيهم عليكم. ومش شرط يعني يبقى الموضوع بطريقة وِحشة، ممكن إن هو الناس التانية تبقى ما عندهاش وعي كفاية بالspace ده أو بالprivacy دي بتاعة العلاقة دي، وتبقى بتحاول إن هي تدّيكم من خبراتها في الحياة ونصايحها. لكن في نفس الوقت مش دايمًا النصايح دي بتبقى ماشية مثلًا بسبب اختلاف الأجيال، اختلاف الثقافات، اختلاف الشخصيات، الحاجات دي كلها. فطالما أنتم الاتنين صحاب وقريبين من بعض وبتتكلموا مع بعض وبتتفاهموا مع بعض، مفيش داعي ابدا ان احنا ناخد اراء الناس التانية. بالعكس بحس انه عادي جدا ان احنا نتكلم مع بعض ونشارك كل حاجة مع بعض، وفي الآخر نعمل اللي احنا عايزينه واللي احنا شايفينه صح ومناسب معانا. وعموما في الآخر عايزة أقول لكم إنه الفترة الأولى في الجواز دي بتبقى أصعب فترة، بس يعني ما تتخضوش، لأن حتى لو الشخص مناسب ليكوا وكل حاجة لازم هيبقى فيه شوية طبيعي يعني اختلافات في الأول. بس طول ما انتوا الاتنين متفاهمين وعايزين تمشوا الدنيا وبتحبوا بعض وشايفين ان انتوا عايزين تكملوا مع بعض، طول ما انتوا هتبقوا بتحاولوا ان انتوا تحلوا المشاكل دي وتتخطوها، ومع الوقت يعني في حاجات كده خلاص بتبقى يعني روتين وعارفينها، وفي حاجات بتتغير. بس يعني ما تحطوش امال على حد من الاول وتتخطوا عن كل الريد فلاجز بتاعته على امل ان هما هيتغيروا بعد الجواز، لانه طبعا يعني مش هقول لكم مفيش حد بيتغير، لا عادي في حاجات يعني بتتغير، بس مش شرط إن هي تتغيّر. فإحنا زي ما قُلت لكم مش هنجازف بأهم قرار في حياتنا اللي هيشكِّل حياتنا ومستوانا الاجتماعي ودايرة معارفنا وصحابنا وعيلتنا الجديدة وحياتنا وكاريرنا وصحتنا النفسية، على أمل إن الشخص هيتغيّر. ما تاخدوش الrisk ده يعني من الأول، لإنه من الآخر في ناس كتير أوي، ولو أنتم صبرتوا شوية وفضلتوا زي ما أقول لكم تشتغلوا على نفسكم، بالعكس هييجي لكم شخص أحسن بكتير من الشخص اللي أنتم قاعدين تحاولوا معاه وتعافروا معاه وتغيّروه علشان يبقى مناسب ليكم. ولو أنتم بتتفرّجوا لحد دلوقتي عايزة أشكركم، وما تنسوش إن أنتم تسيبوا لي في الكومنتات كمان خبرتكم ونصايحكم ورأيكم في الكلام اللي إحنا قُلناه النهارده، وأشوفكم في الفيديو الجاي. باي، باي.